أسباب نفوق الأرانب الصغيرة وعلاجها. بتتعرض الأرانب الصغيرة للنفوق والوفاة بشكل مستمر، وده بيأثر على المربي وإنتاجه. وأهم أسباب موت صغار الأرانب خلال مرحلتين من العمر بيكون بسبب سوء الأحوال في صناديق الولادة، زي مثلا التهوية والحرارة والرطوبة والنظافة بعد الولادة. لازم نتأكد من توفير الحرارة المناسبة وعدم ارتفاع نسبة الرطوبة عشان ما يحصلش النفوق. ومن ضمن الأسباب كمان التغذية، لأن الصغار ما حصلوش على الرضاعة الكافية، وممكن ده يحصل نتيجة لوجود مرض في الأم زي التهابات الضرع. في سبب كمان وهو عدم التغذية المناسبة للأم، ومش هيوصل الحليب للمولود فهيحصل الوفاة. والحل هنا هو مراقبة الأم وحليبها، ونشتغل على تحسين تغذيتها. موت الأرانب بعد الفطام دي مرحلة من عمر شهر ل3 شهور، وليها أسباب كتير للنفوق، زي مثلا تغذية الصغار دول على الأعلاف وحرمانهم من الأم، ده بيسبب لهم أمراض كتير زي النفاخ المتكرر والإصابة بالإسهال بسبب الميكروبات اللاهوائية اللي بتسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، الإصابة بالطفيليات اللي بتأثر على الأمعاء وتسبب الإسهال، كمان الإصابة بالتسمم الفطري بسبب الأغذية والأعلاف اللي مش مناسبة، لأن فيها فطريات كتير أنتجت سموم أثرت على الأرانب، وكمان مية الشرب اللي مش نظيفة أو اللي فيها طحالب. للأسباب دي كلها لازم المربي يراقب الأرانب ويعرف الأعراض ويستشير الطبيب البيطري عشان يحدد العلاج المناسب ليها على الفور.